فشعرت بأن السماء تهمس في أذني قائلة إن في الحياة أقمارا وشموسا، وأذن للأقمار أن تخبو في حضرة الشموس. وفي الليلة التالية استيقظت وقت السحر على طرق طفيف على باب حجرتي. قمت وفتحت الباب فوجدت الشيخ عابر يحمل قنديل الزيت، وخلفه عدنان الذي امتد ظله فوق الشيخ عابر حتى طغى على ضوء المصباح، وهو يحمل بين ذراعيه شيئا أخفاه بغطاء من الكتان. دخل إلى الحجرة فأغلق الشيخ عابر الباب خلفه وقال في صوت خفيض: ضعه هنا يا عدنان. وضع عدنان حمله على الأرض ورفع عنه غطاء الكتان، فوجدته صندوق بديع الصنع مصنوع من خشب الساج المطعم بالنحاس في جوانبه. ذكرني بصندوق العروس الذي كان يصنعه أبي في حينا لفتيات النزل المقبلات على الزواج. فقلت مبتسما: أهذا صندوق العروس؟ أومأ عدنان برأسه وهو يقول بصوته الرنان الذي يشبه طرقات المعدن: نعم، ولكننا نسميه هنا صندوق المبيت. ثم أردف: ولكن هذا الصندوق ليس صندوقا عاديا. ثم جلس القرفصاء فتساوت رأسه مع كتفيه، وأشار إلى موضع 4 مزاليق دقيقة أخفاها بدقة في حواشي الغطاء وهو يقول: لا ينفتح غطاء الصندوق إلا إذا فتحت مزاليق ال4 أولا. وبعد أن فتح المزاليق رفع القفل عن الغطاء، فانفتح غطاء الصندوق وسط دهشتنا بصنيعه. أشار إلي الشيخ عابر كي يدني مصباحه من الصندوق، فأدناه ونظرنا إلى جوف الصندوق، فبدأ أمام أعيننا فارغا. ابتسم لدهشتنا ثم قال بسعادة جعلت صوته أكثر رنينا: لو فتح أحدهم الصندوق سيجده فارغا، ولكنه إذا جذب تلك الذراع الصغيرة هنا سينفتح قاع الصندوق هكذا. ثم جذب الذراع التي تدلت في خفاء في زاويته، فإذا بقاع الصندوق يدور منقلبا لأعلى كاشفا عن حجرة سرية في قاعه ترصت فيها عشرات السبائك من الذهب التي تلألأ بريقها مع ضوء المصباح حتى كاد أن يذهب بالأبصار. قال عدنان: 20 سبيكة، كل سبيكة ب1000 دينار. هتف في انبهار قائلا: يا للروعة، كيف صنعت هذا الصندوق الأعجوبة؟ قال: لم أصنعه، ولكن أعطانيه تاجر من مصر منذ 10 سنوات كي أصلحه، فلما تأخرت عليه باعه لي مقابل مبلغ زهيد. ثم ضحك قائلا: قضيت 3 أعوام كي أتمكن من إصلاحه وفهم طريقة صنعه العجيبة. ابتسم الشيخ عابر وقال: حقا إن مثل هذه الأعاجيب لا يأتي بها سوى المصريون. ثم أردف وهو ينظر إليه شاكرا: ولن نجد أفضل من هذا الصندوق كي نحفظ فيه أمانة شهبور. قام عدنان من قرفصائه فكادت رأسه أن ترتطم بسقف الحجرة، ثم قال في أدب جم: أرجو أن تقبله هدية مني يا شيخ عابر. ربط الشيخ عابر على يديه وهو يقول: هدية مقبولة يا بني. ثم وضع كيسا كبيرا من النقود في يده وهو يقول: وهذا أجر ما صنعته بالذهب، ونحمد لك أن حفظت أمانتنا وكتمت سرنا. شكره عدنان، ثم أخذ غطاء الكتان فأسدله على كتفه وشد طرفه على وجهه قبل أن يخرج من الباب وكأنه يتخفى. ورغم أن هيئته لا تخفي عن أعشى يقف على التل المقابل في ظلام الليل. سألت الشيخ عابر: أين سنخفي الصندوق؟ قال: لن نخفيه، هذا هو صندوق شمعون النجار البارع الذي سرقت أوراقه من قبل، فصنع هذا الصندوق كي يحفظ فيه أوراقه وأغراضه. ابتسمت لما قال وشكرته على ثقته بي قائلا: أشكرك يا شيخ عابر. أجاب: الشكر لك يا شمعون على حفظ الأمانة وكتمان السر. قلت في شيء من الحرص: أليس من الأفضل أن يعلم الشيخ دوما بأمر الذهب؟ سار خطوات نحو السرير الحجري فوضع القنديل على الأرض ثم جلس على السرير وقال: نعم، ليس من الأفضل أن يعلم دوما ولا أي شخص آخر في النزل حتى يعود نابت وعمر أو يعود شهبور. جلست على الأرض أمامه والقنديل بيني وبينه، ثم قلت وأنا أتحسس كلماتي: أخشى أن يستاء الشيخ دوما في يوم من الأيام من أن شابا عبرانيا قد علم سرا أخفي عنه. قال: وقد فهم ما أرمي إليه، المال ليس مال القبيلة يا بني، وقد عهد إليك صاحبه بحفظه، فأتم إليه عهده ولا تلتفت لشيء آخر. صمت لحظات ثم مسح على ذقنه كعادته ثم تابع: اسمع يا شمعون، لا تبتئس بما قالوا دوما، فكلنا فقراء إلى الله، وكلنا أجير يسأل الله الأجر. قلت صادقا:
لست بائسا ولا حزينا، فلولاكم لهلكت في البرية أو كنت عبدا يباع ويشترى. ثم أردفت وقد أخذني الحماس: أتدري يا شيخ عابر أن نبينا موسى قد عمل أجيرا عند الكاهن يثرون بعد أن تربى في قصر الفرعون في مصر؟ نظر إلي باهتمام وكأنه لا يعرف بالأمر، فتابعت قائلا: كان شابا في مثل عمري حين رأى شابا عبرانيا يقاتل رجل مصري، فاستنجد الشاب العبراني بموسى حين أوشك على الهلاك، فدفع موسى الشاب المصري عنه فأراده قتيلا في الحال. بان عليه التعجب، فقلت: ولما أحس موسى بأن قصر الفرعون قد علم بالأمر هرب إلى مدين، فقابل هناك الكاهن يثرون وتزوج من ابنته صفورة. تراقصت زوائب الضوء مع زفرة منه وهو يقول: يا لرحمة الله، وما كان ليبعثه نبيا وهو ينعم برغد العيش في قصور مصر. رباه بالمحن، ثم أخذه من ضيق الكرب إلى سعة الفرج، وأعطاه خيرا مما أخذ منهم، وتلك تربية الأنبياء يا بني. ضممت ساقي وأحطهما بذراعي وأنا أقول: أتدري يا شيخ عابر ماذا كان مهر زوجته؟ هز رأسه نفيا فأجبت: أن يعمل أجيرا عند الكاهن يثرون 8 سنوات يرعى له فيها أغنامه، ولكنه مكث معهم 10 أعوام حتى أرسله الله إلى فرعون. ابتسم وهو يقول: لا عجب في ذلك يا بني، فذلك عزم الأنبياء. استغرقتنا لحظة من الصمت تلاحقت فيها أنفاسي حتى كادت أن تطفئ المصباح، ثم قلت وأنا أنظر إلى عينيه مباشرة: ولكني أملك من العزم يا سيدي الشيخ ما يجعلني أعمل أجيرا لديك ما بقى من عمري. رأيت العجب ينعكس على وجهه في ضوء المصباح، فأردفت وقد تهدج صوتي حتى كاد أن يخبو: وأسألك باسم الله ربي وربك أن تجعل ذلك مهرا لحفيدتك أروى. صمت، فسكن مع صمته كل شيء حتى ذؤابة الضوء في المصباح وأصوات الرياح خارج الحجرة. لم يقطع الصمت سوى ضربات قلبي المتلاحقة، وأنا أتطلع إلى عينيه التي أغمضها وإلى صفحة وجهه البيضاء التي غشيتها سحابة من الانزعاج. لم أشأ أن يطول الصمت، فقلت مستجمعا شجاعتي: أعلم أني غريب فقير، ولكني لست معدما، فالغريب يملك أبله والفقير يملك حلمه، وأملي أن أعود إلى أهلي خيرا مما خرجت، وحلمي أن تكون أروى رفيقتي في ذلك. ليس لي طمع في مال ولا مأوى، ولكني أتوقع أن أقضي حياتي زوجا لتلك الفتاة التي جمعتني بها الأقدار مرتين. فتح عينيه ثم قال متنهدا: ما يعيبك الفقر ولا الغربة يا شمعون؟ فلولا الغربة ما اكتشف الإنسان ذاته، وما من نبي إلا وهاجر عن قومه، ولقد رأيت في فقرك عفافا أعز من قدرك، وجعلك خيرا من غني أذله الشح، فزينة الفقر العفاف وآفة الغني الشح. شعرت بالامتنان لكلماته، ولكنني لم أسرف في الأمل، فالكلمات الرقيقة أحيانا تمهد لخطوب لاحقة، فانتظرت أن يأتي بالكلمة التي تسحق ما قبلها، وأن يقول لي ولكن، وبالفعل قال: ولكن للزواج أعرافا وتقاليد في قبيلتنا، وللفتاة ولي هو أبوها، ولا يمكنك خطبتها حتى يعود. ربما كانت هذه ألطف ولكن أسمعها في حياتي، وأخفها وطأت على ما في قلبها. فقلت وقد داعبني الأمل: وهل تزكيني يا شيخ عابر؟ ابتسم وقال: الله يزكيك يا بني. قلت في وجل: أخشى أن يخطبها خاطب. قال وهو يقوم من مقامه: الأمر حينئذ لها. قمت واقفا فربت على كتفي وهو يقول: هيا يا شمعون، فغدا نتأهب للرحيل إلى بكة، ودع الأمر سرا حتى يعود أبوها. ثم انصرف آخذا معه المصباح، فغابت الحجرة في الظلام إلا من شعاع أمل ظل يحدوني طيلة الشهور المقبلة. الورقة 37: الطريق إلى بكة. هكذا عنونت ذلك الفصل من أوراقي والذي كتبته أثناء رحلتنا من الحجر إلى بكة. اليوم الأول: تجمعت القبيلة عند مربط الدواب مع بدايات ذلك اليوم الذي احتفظ ببعض النسمات الباردة من الليلة السابقة. امتلأت ساحة المربط بضجيج الرجال المختلطة برغاء الإبل وزفرات الخيول الصاهلة. جلست النساء في هوادجها، واستقر الرجال على رحالهم، بينما جلست أنا على عربتي الخشبية التي وضعت عليها حمولة من جوالق الطحين، وصندوقا به أغراضي وأوراقي، وسبائك من التبر مخفية في أعماقه. وتعمدت ألا أظهر الصندوق، فوضعت عليه ثوبا من الكتان
كي أحجبه عن الأنظار. ثم أصدر حادي القافلة صفيرا منغما، فتحركت الإبل طوعا لنداء حاديها. خرجنا من حدود الحجر فانتهى الطريق المعبد، واستقبلنا طريق في البيداء تحفه الهضاب الصخرية المدببة من الجانبين. كان الطريق ضيقا ولا يكاد يتسع لعرض راحلتين. تساءلت في نفسي ماذا لو أقبلت قافلة من الجهة المقابلة، هل تعود إحداهما أما أن هناك طريقا آخر للصعود إلى الحجر؟ علمت من ليس أن الطريق إلى بكة قد يستغرق 20 ليلة، ما لم تهب به العواصف والأتربة، وهو الأمر الذي كان متوقعا في تلك الأشهر من العام التي تسبق دخول الشتاء. وعلمت كذلك أننا لن نستريح إلا مع دخول الليل في أماكن محددة يقال لها المتعشى، وهي أماكن متعددة على طول الطريق توجد بها آبار للتزود بالماء وتقوم على خدمة القوافل. فيها بعض القبائل الصغيرة التي تقطن حول تلك الآبار مقابل الغلال أو قطع النقود. كان النهار قد انتصف حينما بدأ الطريق في الاتساع. تحولت الهضاب الصخرية إلى تلال من الرمال الناعمة. شعرت بأن الأتان لا تقوى على جر العربة بسهولة فوق الرمال الناعمة، فأشفقت عليها وأرحتها في السير، فتأخرت عن عير مقدمة وسرت بحذاء هوادج النساء في الخلف. لمحتني أروى فطوت خمار هودجها وألقت إلي بابتسامة عذبة وأنا أختلس النظر إليها. ظللنا نقايض النظرات بالابتسامات حتى ارتفع صوت حاجي القافلة وهو يأمرنا بالتوقف ومحاذاة جانب الطريق. سألت أحدهم عن السبب فقال: يبدو أن قافلة كبرى قادمة في الطريق. بالفعل لم يمضي سوى وقت قصير حتى رأينا القافلة القادمة يملأ غبارها الأفق ويجلجل صوت نفيرها في الوادي حتى نفرت من صوته العير. وفجأة على الصياح وفتحت النساء هوادجها ورأيت ليس يعدو نحوي، ثم قفز فوق عربتي ووقف عليها وهو يقول: يا شمعون انظر. قمت واقفا إلى جواره فوق العربة فرأيت حيوانا يتقدم القافلة المقبلة، لم أرى مثله من قبل في حياتي. حيوان يصل طوله إلى 10 أذرع ويتدلى من أنفه خرطوم طويل ومن فمه نابان كنصلي السيف. أما الأعجب فكان ذلك الرجل الجالس على عنقه يركل أذنيه المهولتين بقدميه بكل هدوء دون أن يأبه لضخامة ذلك الحيوان الذي قد يفتك به بضربة طفيفة من خرطومه. علمت من ليس أن هذا الحيوان اسمه الفيل، وأن تلك القافلة هي قافلة بابلية تخرج مرة واحدة في العام وتحمل من سبأ الصمغ والبخور، وتأتي بذلك الحيوان معها كي تفرض هيبتها على باقي القبائل وعلى قطاع الطرق. ثم قال متعجبا: علمت من أبي أن هذا الحيوان يسكن في الأصل إلى جوار الأنهار، وأنه يشرب في اليوم الواحد قدر ما يشربه 100 رجل، وأن قافلة البابليين قد تنفق الكثير من الأموال كي توفر له الماء في الصحراء. تعجبت من كلامه، وتعجبت أكثر من قدرة الإنسان على تسخير حيوان بهذا الحجم المهول. وتأكدت لي كلمات الشيخ عابر عن ظلم الإنسان وجهله، فيوم أن منحه الله القدرة على تسخير ذلك الحيوان نزعه من أرضه وأتى به إلى صحراء قاحلة وسقاه من مياه الآبار بدلا من مياه الأنهار. جاوزتنا القافلة ونحن نتطلع على أعداد فرسانها المدججين بالسيوف والأطراس، وقد تحوزت رؤوسهم بخوذات صلبة وكأنما خرجوا للحرب وليس للتجارة. ذكرتني خوذاتهم بخوذة الفارس المصري التي عثرت عليها يوم الخروج، والتي أهديتها إلى أبي يوم حرب العماليق. وتساءلت عن مصيرها، وهل ما زالت تحتفظ بها أمي أم لا؟ جاءنا صوت الحادي يأمرنا باستئناف الرحيل بعد أن مرت القافلة البابلية. أسرعت بالأتان التي ازدادت نفراتها، وسرت في المقدمة بجوار الشيخ عابر والشيخ دومة. حين رآني الشيخ دومة قال لي آمرا: حين نصل إلى المتعشى استبدل الأتان ببغلة أخرى تكن أكثر جلدا على جر العربة. ثم قال في بعض اللوم: ستهلك الأتان قبل أن نصل إلى وادي الجيف. علمت من الشيخ عابر أن وادي الجيف هو مكان فسيح ما بين يثرب والحجر على طريق البخور، تكثر فيه السباع والضباع، وأن القوافل التي تمر على ذلك المكان تترك فيه الإبل المريضة أو بعد الخراف الصغيرة طعاما للسباع حتى لا تهاجم السباع القوافل أثناء مرورها. شعرت بالشفقة نحو الأتان، وقد فهمت أن الشيخ سيهبها لسباع الصحراء،
فقلت مستفسرا: أهي مريضة؟ قال دون أن يلتفت نحوي: قد أصابها الخناق. أما تراها واهنة يسيل مخاطها؟ لم أكن على دراية بأمراض الخيل والحمير، وكنت أظن وهنها بسبب حمولة العربة ونعومة الرمال. نظرت إليها مشفقا وتمنيت لو أطلقتها في الحال، وشعرت برعدة وأنا أتخيلها فريسة للسباع. وصلنا إلى المتعشى مع أولى لحظات الغروب. كان المكان متسعا ومعدا للمبيت. ضربت في أرجائه الخيام الفسيحة التي تكفي أعدادا كبيرة من الناس، ويتوسطه بئر ومشرب للدواب. ربطنا العير ورفعت أنا العربة عن الأتان، ثم أرحت قائميها على صخرة ترتفع ذراعا عن الأرض، وتركت عليها جوالق الطحين والصندوق المغطى بثوب الكتان، ثم سحبت الأتان وربطتها إلى جوار الخيل عند مشرب الدواب. تفرق الجمع فذهب بعض الناس لقضاء الحاجة، بينما اغتسل آخرون قبل أن يتجهوا جميعا إلى الساحة للصلاة. شعرت بالجوع حين داعبت أنفي رائحة الخبز والسريد المعد للقافلة. ذهبت إلى الطاهي الجالس أمام مستوقد الطعام المستعر من شدة النار الموقدة أسفله، فمنحني صحنا من السريد لم أذق أطيب منه. وضع به كسرات من الخبز الطازج، ثم أفرغ عليه المرق الساخن وقطعة من لحم الضأن التي تذوب نعومة في المرق. من حسن طهيها تلقفت الصحن إلى فمي وشعرت بالمرق الدافئ يرطب جوفي، ثم التهمت الخبز الذي تشرب بالمرق، واختلط نفتات اللحم في سعادة بالغة. وبعد أن فرغت رددت إليه الصحن شاكرا، وأنا أغبط هؤلاء القوم على حسن طعامهم. منحني الطعام دفئا في الدماء، وفورة جعلتني أطوف حول النزل رغم برودة الجو الآخذة في التزايد. تجاوزت مضرب الخيام وجلست على صخرة أتطلع إلى السماء الصافية التي تتلألأ فيها النجوم في غياب ضوء القمر الذي صار هلالا. رأيت امرأة عجوز تتوجأ على خزن زيتون وتتجه نحو الصحراء. ظننتها متجهة نحو الخلاء، ولكنها توقفت أمامي وهي تنظر نحوي. قالت في صوت نحلته الأيام: الطائر الغريب قد يطير مع السرب، ولكنه حين يحط على الأرض يظل وحيدا منزويا. ثم قالت وهي تدنو بوجه تقاطعت عليه التجاعيد حتى بدا كلحاء شجرة معمرة: أنت رفيق رحلة ولست من أهل القافلة. شعرت بالخوف منها، لا سيما حين فتحت فمها الذي تعامدت عليه الشقوق، وبدا مظلما خاليا من الأسنان. غرست غصن الزيتون في الرمال بقوة لا تتناسب مع هيئتها الضعيفة، ثم افترشت الأرض أمامي وفتحت سرة من القماش. وجدت بها قدحا وبعض الأقلام وصحوات بيضاء بدت كبيوض الورق. قالت: اجلس أيها الغريب، فالليلة تتهتك لك ستائر الحجب وتتكشف لك خبيئة الأيام. أدركت أن المرأة عرافة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها عرافة، وإن قابلت بعدها الكثير، فحياة الناس في برية فاران وبكة يديرها الكهنة والعرافون، حتى إن الرجل كان لا يسمى ولده ولا يخرج للتجارة حتى يسأل كاهنا أو عرافا. وكان هذا الأمر أحد الأمور التي تعجبت لها، ووجدت فيه فرقا بين بني إسرائيل القابعين في برية سين وهؤلاء الأعراب القاطنين في برية فاران. فلم أرى في حياتي السابقة مع بني إسرائيل شغفا بمعرفة أمور الغيب أو ما تخبئه الأيام بقدر ما رأيت صراعا على قوت اليوم وبكاء على الماضي. فكان الخوف من تقلبات الدهر وغدر الأيام يفسد الحاضر ويدفع الناس إلى التمسك بأي نبوءة شاردة تجلب فألا أو تدفع طيرة. وقد أدركت ذلك الفضل الذي من الرب به على بني إسرائيل بعد أن عشت سنوات في برية فاران. فليس هناك طمأنينة أكبر من طمأنينة تمنحها النبوة، ولا ثقة أكبر من شخص يتصل عن حق بالسماء. خطت المرأة خطوطا في الرمال بإصبعها، ثم حلقت بينها بعض الحلقات، ألقت بالحصوات البيضاء فسقط بعضها فوق الخطوط وبعضها فوق الحلقات. عبست وقطبت حاجبيها، ثم تطلعت نحوي بنظرة أرهبتني وقالت: منبوذ أنت في قومك، مرجو في غيرهم، حاد بك الضرب وتائه بين السبل والشعاب. استحوذت كلماتها على عقلي وزادت رهبتها في قلبي. رغم أن كلامها حمال أوجه، دنت من الرمل
ثم تابعت وكأنها تقرأ في لوح محفوظ: عما قريب ينكسر فؤادك ويفارقه السند. عقرتني كلماتها، فشعرت بالألم والغضب، وقلت ساخرا: لا أملك نقودا يا خالة، لا تسرفي في الرجم بالغيب. نظرت إلي ذات النظرة المرهبة وقالت: كذبت، وما أنت بكذوب. ثم قالت وهي تشير نحو الجنوب: إذا وقع الخطب هناك فانج بأهلك. ثم نظرت إلي قائلة: كن ابن أبيك، تكن في أمن مما قد يلحق بك. ثم جمعت حصواتها وطمست خطوط الرمال بيدها، وقامت مستندة على غصن الزيتون وهي تقول: لا حاجة لي بنقودك الآن، ولكن حين تملك الذهب والفضة وتمر من هنا تذكر أم إياس العرافة أيها الغريب. ثم انصرفت، وقد تركت في نفسي مزيجا من الرهبة والخوف من أيام حبلى بخطوب لا يعلمها إلا الرب. اليوم الرابع. اقتربنا من وادي الجيف. يستطيع المرء أن يلحظ أسراب الحدأ تحلق فوق سماء الوادي في انتظار لحظة حاسمة تنقض فيها إحداهن على جرز بري أو وليمة يتشاركن فيها بقايا جيفة تركتها سباع الصحراء. الطريق يمتلئ بعظام إبل رمت جذبتها الضباع إلى أطراف الوادي، فأتت عليها ولم تبق منها سوى عظام، ولو استطاعت أنيابها طحنها لطحنتها. رائحة الهواء في المكان وكآبة المنظر أظلتني بسحابة من الحزن، زادتها رؤية الأتان تهرول بعيدا عن كلاب القافلة التي نبحت عليها، فهربت إلى قلب الوادي وهي لا تعلم ما ينتظرها هناك. الحياة غير عادلة، أحيانا يولد البعض أتنى ويولد البعض سباعا، وصنف ثالث يولد آكلا للجيف. حقا لو كان الجميع أتانا لاستقامت الحياة. تركنا الوادي وجاوزناه بمسيرة يوم، ثم وصلنا إلى المتعشى الذي كان فسيحا ويبدو كملتقى لقوافل الشرق والشمال والجنوب. في تلك الليلة وجدنا قافلة أخرى قد أتت من الجنوب وقد استقرت للراحة في المكان الفسيح. رأيت خيمة عظيمة قد رفعت أمامها رايات خضر، ووقف أمامها 3 من الحراس الأحباش داكني البشرة ضخام الأجساد، مما يشي بأن عظيما يقبع داخلها. علمنا من رجال القافلة أن أميرا من أهل الجنوب اسمه يثع يسير في قافلة عظيمة متجهة إلى مصر. لم ننم في تلك الليلة من شدة الجلبة التي أثارها الجنوبيين ومعهم الأحباش، وبدا أن صلاة يقيمونها في آخر ليلة من ليالي القمر من كل شهر. مكثت على مقربة من ساحتهم التي أضاءتها عشرات المشاعل، ونصب في منتصفها تمثال على شكل تيس عظيم القرنين. علمت أنه إلههم المعبود المسمى عثر. أقيمت مبخرة عظيمة أمام التمثال، فاحت منها رائحة البخور السبئ الذي لم تستطع أنفي رائحة بخور مثله، فعلمت يقينا أن سبأ هي أرض البخور، فيكفي أن تتشمم رائحة البخور حتى تشعر بالخضر في أطرافك، ويرتقي عقلك في منازل النشوة حتى يحلق بك في جنبات الفردوس والنعيم السرمدي. وعلى جانبي التمثال وقفت بعض الحبشيات عاريات النحور والأبدان، إلا من إزار شد عند الصدر ورداء انحصر عن ساقين مكشوفة. دقت الصنوق في إيقاع منظوم، وارتفع معه صوت الكاهن في نغم شجي، تمايلت معه رؤوس المصلين في خشوع، ثم ازدادت وتيرة الحماس مع ضربات الصنوج الرنانة، وتمايل الفتيات العاريات، وابتهل الكاهن في هتاف محموم ذي نشوة ردده المصلون من خلفه في نفس الحماس: عثر شرقنا الشرق، عستر غربنا الغرب، عستر ذو قبضم، عستر سمعم، عستر نورا، عستر ذو قهرم. وحينما نطقوا بالاسم الأخير للإله الأعظم خروا جميعا ساجدين أمام التمثال في سقوط كالإغماء من فرط النشوة التي وصلوا إليها. انقضت صلاتهم في وقت متأخر من الليل، فعدت إلى عربتي تتمايل رأسي من أثر البخور ومن شدة رغبتي في النوم. تلحفت بغطاء من وبر الإبل ونمت أسفل عربتي الخشبية محتضنا صندوق الذهب. طاف بعقلي تيس أهل الجنوب العظيم، وتذكرت عجل بني إسرائيل الذهبي، ويبدو أن الصلاة عند بعض الناس طقس لمتعة العابد وليس لإرضاء المعبود. داعبتني السيقان العارية في خيالي، فأثارت في دمائي الحنين إلى امرأة
أي امرأة حتى لو كانت حبشية لا يبدو منها في ظلام الليل إلا بياض أسنانها. ضممت ساقي واشتدت ضمتي للصندوق، وأسلمت خيالي لألاعيب النفس الطافية بين اليقظة والمنام، فأرجحتني على سرير مخملي من النشوة تزكيه رائحة البخور التي لم تفارق أنفي طيلة الليل. اليوم الثامن. اليوم كان يوما سيئا، أصاب الخناق عددا كبيرا من الخيول والحمير في القافلة، وكأنها لعنة الأتان التي ألقيت للسباع قد أصابت بني جلدتها. العجيب أن المرض كان أشد وطأة على الخيول من الحمير، فما إن يبدأ المخاض في السيل من أنف الجواد حتى تصيبه الحمى وتتفتح البثور على وجهه ويكف عن الطعام والشراب حتى يصيبه الهزال. أصيبت فرسة الشيخ دومة أولا، ثم فرسة الشيخ عابر، ثم توالت إصابات الخيل الواحدة تلو الأخرى. ومما زاد الأمر صعوبة أن الخيل المصابة كانت تحتاج إلى الراحة والعزل عن باقي الأحصنة، وهو الأمر الذي يتعذر على طريق السفر. في صباح ذلك اليوم بلغ الهزال مبلغه بفرسة الشيخ دومة التي سقطت على جانبها وأصدرت صهيلا خافتا كأنه حشرجة الموت. رأيت الدموع في عين الشيخ دومة بينما بكى ليس عليها بكاء صريحا، فقد كانت تلك الفرسة الأثيرة لديهم منذ كانت مهرة صغيرة. شعرت بالحزن لهم ولها، ووجدت اتهاما لي في عيني الشيخ دومة تحول إلى كلمات غاضبة وهو يقول: ما كان ينبغي لك أن تربط الأتان في مربط الدواب. تركنا الفرس التي نفقت أو كادت لمصيرها في الصحراء، واستأنفت القافلة مسيرها، وكل أذى من كلمات الشيخ اللائمة الغاضبة. استبدل الشيخ دومة فرسته بأخرى، بينما فضل الشيخ عابر أن يستبدل فرسه ببغلة فتية بعد أن لاحظنا أن البغال لا تصاب بالمرض. استأذنته في أن أربط الفرس في مؤخرة العربة، فذلك أهون عليه وأدنى ألا يرهقه السير أو أن يصيب باقي الخيل. وحين وصلنا إلى المتعشى راودتني فكرة أن أداوي الفرس كما داويت عمرو من قبل، فالحيوان كما الإنسان روح وبدن، وكلاهما يصاب بالعطب والمرض. ملأت إناء بماء البئر، ثم نقعت به بذور الحرمل الجافة وأسرفت في القدر الذي وضعته من البذور، ثم طحنت فصوصا من الثوم ووضعتها فوق البثور المتقيحة على وجه الفرس المصاب. قدمت الماء إلى الفرس الهزيل فشرب منها قدرا يسيرا في بادئ الأمر قبل أن يأتي على ما في الإناء كله، وكأنما راقه طعم منقوع الحرمل. في الصباح قررت ما فعلته بالليل، وداومت عليه بين الفينة والفينة طيلة المسير، وأنا أتلقى النظرات المتعجبة من الشيخ عابر والنظرات الساخرة من الشيخ دومة. العجيب أنه بعد انقضاء اليوم التالي هدأت الحمى التي أصابت الفرس، وأقبل الفرس على الطعام بعد أن كانت تعافه نفسه. وفرح الشيخ عابر بتحسن حالة الفرس، فقال حين توقفنا للراحة في المحطة التي تلي ذلك المسير: ألديك ما يكفي من الحرمل والثوم؟ هززت رأسي نافيا، فصمت قليلا ثم قال للشيخ دومة: أرى أن علاج شمعون للخيل ناجح، من الخير أن نتوقف بضعة أيام لعلاج باقي الخيل المصابة. قال الشيخ دومة: أين نتوقف؟ لا يتسع المحط للمبيت لأكثر من ليلة أو ليلتين، وأظن أننا لن نجد بذور الحرمل وفصوص الثوم هنا. قال الشيخ عابر: نعرج إلى يثرب غدا، فهي على بعد مسيرة يوم. وجدت الضيق على وجه الشيخ دومة بينما هتف ليث في فرح وقال: حقا لقد اشتقت إلى أخوالي، أشكرك يا جدي، ستفرح أمي بذلك أيما فرح. غمغم الشيخ دومة قائلا: أخشى أن تتعطل المسيرة، ولكن الأمر لك يا أبي. وبتنا ليلتنا تلك وأنا على شوق أن أرى يثرب في اليوم التالي. يكفيني أن نمكث هنا بضعة أيام، أرى فيها أروى، وأرى فيها الأرض التي نبتت بها أمي. اليوم العاشر. خرجنا من طريق البخور واتجهنا يمينا جهة الغرب، سالكين الطريق إلى يثرب. الطريق به الكثير من المرتفعات والمنخفضات، والبلدة لا يمكن رؤيتها على مرمى الأفق، فالجبال تحوطها من كل جانب وكأنها عش صقر أقيم في جوف الجبل. تصارعت الرياح فأثارت الرمال والأتربة، وامتلأت أنفي وعيني بالغبار. تكممت بطرف خمار من الكتان بللته بالماء فحجز عني أذى الأتربة، وكففت عن السعال الذي انتابني بسببها.
درنا بالقافلة ثم سلكنا طريقا منحدرا بين تلين، فبدت لنا